أمراض الحساسية وحبوب اللقاح في الهواء. والحقيقة هي يعني على قد ما هي بتعتبر بسيطة جدا ولكنها بتسبب مشاكل كثيرة الحقيقة جدا، خاصة بالنسبة لمرضى حساسية الصدر وخاصة الأطفال منهم الحقيقة محتاجين عناية فائقة خلال الفترة دي. ده صحيح. معنا الأستاذ الدكتور مجدي بدران، استشاري أمراض الحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور. اهلا بيكم. اهلا بيك يا دكتور. دكتور مجدي، زي ما قلنا ان الفترة دي يعني انتشار حبوب اللقاح بيبقى لها تأثيرات سلبية على الجهاز التنفسي، خاصة مرضى الأمراض الصدرية وخاصة الأطفال منهم. يعني رأي حضرتك في هذا الأمر وكيفية الوقاية والعلاج؟ هو طبعا عايزين نقول بس شوية حاجات جديدة كده على حبوب اللقاح. اتفضل يا فندم. الناس تفهمها، حبوب اللقاح معناها ما يضاهي الحيوانات المنوية عند الإنسان أو الحيوانات الثديية. دي تبقى ليها دور جدا في مهم في تلقيح النباتات، وهي دي اللي بتخلي بعد كده يطلع لها الوردة والشجرة والنبتة والتفاحة وهذه الأشياء. حبوب اللقاح بتيجي تطير من أماكن لأماكن، ممكن تطير مثلا على بعد 160 كيلو متر، وممكن أحيانا تعبر المحيطات وتنزل على البشر اللي عندهم استعداد وراثي للحساسية ضد هذه حبوب اللقاح. تنزل ممكن لو هي عددها بسيط ما بناخدش بالنا منها، لو كميات كبيرة ممكن نشوفها، بتنزل وتروح نازلة مثلا على الملابس بتاعتي، على الشعر، على الوجه، على الحواجب، تدخل بعد فترة على الأنف أو العين، تعمل لها حساسية صدر أو أنف أو عين أو حتى جلد. الناس ما بتاخدش بالها خاصة لما عندهم حساسية لحبوب اللقاح، إلا ما ننبههم. يقول لك والله أنا مع دخول الربيع حسيت حصل لي هذه الأعراض، ابتدت مناخيري تعطس، بقى عندي مل الحكة في العين، مل الحكة بسبب الحلق، بكح أكتر، كل ما افتح الشباك يحصل لي. فاحنا عايزين نقول أما نحس إن احنا عندنا حساسية لحبوب اللقاح نعمل بعض الإجراءات، من ضمنها إن احنا نقلل من الخروج بتاعنا وهبوب هذه الحبوب. الحاجة الثانية ان احنا اكتر فترة يبقى فيها حبوب اللقاح هو من 10 ل 12، يبقى نحاول نقلل من خروجنا في الفترة دي، او ان احنا نلبس ماسكات، او ان احنا نحاول نغطي الانف باي حاجة. الفترة دي يا دكتور بعد اذنك هي فترة امتحانات، يعني صعب قوي ان احنا نقول للناس يقللوا خروجهم. ده بالنسبة للطلبة وبالنسبة يعني بالنسبة للماسكات وما نكسرش. وكمان لو حبوب اللقاح دخلت في الانف نعمل ايه؟ فكل شوية اعلم الناس واعلم الاطفال ان هم يغسلوا الانف كويس جدا، لان احنا لو قللنا من الفترة اللي هتبقى فيها حبوب اللقاح في الانف ده هيفيدنا قوي وهنقلل من التفاعلات. يبقى كل شوية يقول له روح اغسل انفك ونعلمه ازاي يغسل انفه، وكمان يغسل وجهه عشان يغسل عينه وهكذا. حاجة ثانية من واحد بننزل في البيت برضه اول ما دخلنا البيت لازم نغسل الراس، شعر الراس كويس جدا، والاحسن الواحد ياخد دش، لان ده لو احنا نمنا بحبوب اللقاح موجودة على الملابس او على الراس بعد فترة هتلاقي حبوب اللقاح هتفترس الانسان اللي عنده حساسية لحبوب اللقاح. مهم كمان نقول ان احنا لازم برضه نقول ان حبوب اللقاح مشتركة مع عسل النحل وبعض الفواكه والخضروات، يبقى برضه على حسب النوع، لان في انواع كثيرة جدا من حبوب اللقاح. في نوع للأعشاب، انواع للأعشاب، وفي انواع للحشائش. وللاسف برضه عايز اقول معلومة ان احنا عشان احنا بلد زراعية، حبوب اللقاح في الصيف بتطبع تقريبا 9 اضعاف دلوقتي الموجود عندنا في الربيع، يبقى نخلي بالنا طول الصيف كمان عندنا برضه حكاية حبوب اللقاح. لكن لها نفس التأثير يا دكتور؟ يعني بيكون لها نفس تأثير حبوب اللقاح اللي موجودة في فصل الربيع، ولا التأثير بيكون أقل؟ وأكثر كمان. أكثر، بس الناس ما تاخدش بالها. الحكاية سهلة خالص مهما كان السبب، سواء حبوب اللقاح أو غيره. احنا دلوقتي الحاجات الجديدة اللي احنا عملناها في الحساسية، احنا بنعلم الناس هو عنده حساسية ليه؟ ازاي؟ ان احنا بنقعد نناقش معاه الأعراض، نقول له خلي بالك انت أعراض بتجيلك امتى؟ يقول لك مثلا في الشهر الفلاني والفلاني. أو مثلا بيبقى كويس جدا اما اطلع في البيت، واول ما اخرج من البيت يحصل لي كذا وكذا. نبتدي نعلمه يعرف الاوقات والفترة اللي يكون فيها الاعراض بتزيد. نمرة 2 ان احنا بنمنع بعض المأكولات على حسب النوع. هنقول مثلا هنمنع التفاحة، هنمنع البرقوقة، هنمنع التوتة، هنمنع حاجة ليها علاقة زي عسل النحل مثلا. نمرة 3 في بعض الادوية بيبقى مشتقات من عسل النحل وحبوب اللقاح برضه هنمنعها، نقول له ما تاخدهاش. بعد كده ان احنا بنبتدي نعوده على انه ياخد حبوب اللقاح بتركيزات بسيطة جدا ونعليها، ودي فكرة الامصال. وبعد فترة بعد كده الانسان يبتدي يخف من كلمة حساسية حبوب اللقاح ويعيش في سلام ان شاء الله. ان شاء الله. في اكلات معينة بنتجنبها يا دكتور؟ على حسب النوع.
لازم نحدد انواع العمل. بس بشكل عام احنا مرضى الحساسيه بناخد مواد الحافظه كلها، والمواد اللي هو متاكد ان هو عنده حساسيه لها. بيض ولبن وسمك ده كلام قديم، ولكن هو متاكد يقول لك انا كل ما اكل الاكله الفلانيه يحصل لي، او احنا بنلجا لبعض الاختبارات الحديثه وبناكد فعلا ان الطعام ده يمنع او لا. نعم. الحقيقة معلومات قيمة جدا، ودائما بنستمتع بهذه المعلومات اللي بيستفيد منها يعني احنا في المقام الاول، ومستمعينا ايضا بيستفيدوا منها بشكل كبير جدا. احنا بنشكر الاستاذ مجدي بدران استشاري امراض الحساسيه والمناعه. شكرا يا فندم وصباح الخير. شكرا جزيلا وصباح النور. شكرا يا دكتور.